يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة السيد مرقس سعد خليل، نائب المفوض العام لشؤون المبادرات للتجمع العربي بالكويت. أهلا بك يا فندم، وسعداء بوجودك معنا لأول مرة. اهلا وسهلا بيك حضرتك يا فندم. فندم، يعني الجالية المصرية في دولة الكويت يعني جالية أكثر من رائعة، وما زال في ذهن الانتخابات الرئاسية الماضية والأعداد الكبيرة جدا اللي نزلت، حتى كان من ضمن الترند اللي كان حصل على شبكات التواصل الاجتماعي كان أطول طابور في العالم كان من الكويت. تمام يا فندم، تمام. كلمنا يا فندم عن يعني حث المواطنين في الكويت من أجل النزول للانتخابات الرئاسية. حضرتك يا فندم، واحد بالنسبه للكويت احنا بنعتبره عرس ديمقراطي، بنعتبره يوم فرح، بنعتبره يوم في حب مصر. فكلنا قلبا واحد على قلب رجل واحد، بنشارك في العمليه الديمقراطيه ونشارك في العمليه الانتخابيه. تمام. فبيتم المشاركه عن طريق التجمعات وعن طريق الروابط وبيتم انه احنا كلنا بنبقى ايد واحده في اليوم ده. عشان كده احنا بنبقى فرحانين جدا 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 بحاجه زي كده، الاستحقاقات الدستوريه، الانتخابات الرئاسيه، كده. تمام. دايما يا فندم بقول في البرنامج انها يعني بتبقى احتفاليه زي ما قلت حضرتك، وبتبقى انتوا سعداء باي حاجه موجوده يعني من ريحه مصر، ما بالكم بقى بالانتخابات الرئاسيه واختيار رئيس لجمهوريه مصر العربيه خلال السنوات القادمه. طبعا يا فندم، احنا يعني بنشجع كل مصري، كل مصريه في الخارج، ان احنا انزل وشارك. يجب على كل مصري ومصريه بالخارج ان يطلب بصوته في العمليه الانتخابيه. ايام 1 و2 و3 ديسمبر دي عمليه انتخابيه، فرح لمصر، خير لمصر. احنا بنختار رئيسنا وبنشارك في انتخاب رئيسنا في العمليه السياسيه والديمقراطيه لمصر. تمام. العملية الانتخابية ستقام يعني في الأماكن المخصصة ليها، وأعتقد بالنسبة لدولة الكويت المسافات يعني متقاربة، فأي حد يقدر يوصل لصندوق الاقتراح. طبعا يا فندم، هي متقاربه، وفي نفس الوقت احنا في حضرتك بيبقى في ناس بتتبرع من الجاليه بمواصلات، بحشد، كله يا فندم بيبقى على قلب رجل واحد، كل مسؤول عن رعايته. فحضرتك تلاقي العمليه الانتخابيه في الكويت احنا يعني بسم الله ما شاء الله، زي ما حضرتك قلت قبل كده ان احنا كنا اكبر طابور على مستوى الانتخابات في العالم. فندم، يا فندم، يعني ماذا تقول للجالية المصرية الموجودة في الكويت من أجل المشاركة، من أجل النزول، من أجل المشاركة في العملية الانتخابية ونزول الجميع إلى الصناديق حتى يشهد العالم على مدى الإقبال الذي يحدث من المصريين في الخارج وبصفة خاصة في دولة الكويت؟ الانتخابات المصرية طبعا هي فرصة للمصريين في الخارج عن بكرة أبيها للمشاركة طبعا في تحديد مستقبل بلدهم من خلال التصويت واختيار من يمثلهم، وأن يعبروا في المرحلة عن آرائهم. المرحلة القادمة دي مهمة جدا 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 طبعا، وأهم حاجة إن احنا لازم نختار القائد اللي يمثل مصر، اللي يتولى المسؤولية ويعبر بالبلاد إلى بر الأمان، نظرا لما يحيط بنا من مخاطر في المنطقة العربية كلها وبل والعالم كله. تمام يا فندم، تمام. طبعا. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. المشاركه في الانتخابات الرئاسيه طبعا بتعزز العلاقه بين المصريين بالخارج ووطنهم طبعا، وتعكس الانتماء الوطني والمشاركه المجتمعيه، وتعزز الشفافيه والديمقراطيه في المشاركه بالعمليه الانتخابيه. تمام. انا يعني سعيد بوجودك معانا النهارده يا فندم، يمكن لاول مره عبر برنامج الطير المسافر. بنتمنى لكم التوفيق، واحنا معاكم ان شاء الله في 3 ايام الانتخابات المصريين في الخارج 1 و2 و3، وكلنا ثقة في الجالية المصرية الموجودة في الخارج وبالتحديد في الدول العربية وبالتحديد اكتر في دولة الكويت. شكرا يا فندم، وسعيد بوجود حضرتك معانا. ده شرف كبير لنا يا فندم، وانا بشكركم جدا 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 على متابعتكم الجيده والمثمره للانتخابات والمصريين بالخارج، ودوركم الفعال في يعني القضايا، شرح القضايا والحاجات المهمه جدا جدا للمصريين بالخارج. اشكركم. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. ده شرف لي يا فندم، شكرا.